مصيبة عظيمة وخطب جلل، ونحن أمام هذا الخطب مهما حاولنا أن نتحدث أو أن نتكلم فإن الموقف أكبر من الكلام. لذلك نتوجه بضعفنا وبذلتنا وبفقرنا وبمسكنتنا إليه سبحانه وتعالى، ضارعين ومتضرعين، مستغفرين ومنيبين، لعل الله تبارك وتعالى أن يسمع إلى عبد منا فيجيب دعوته ويحقق رجاءه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والسلطان، يا من له الحمد كله وله الشكر كله وله الثناء كله، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الصمد الذي تصمد له الخلائق، لا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. لك الحمد في النعماء والبلواء، لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد في القديم والحديث، حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد. يا رب صل وسلم عليه صلاة تامة شاملة دائمة متصلة إلى يوم القيامة. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا، نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. نسألك مغفرة تأتي على جميع الذنوب، مغفرة ترفع عنا وعن المسلمين بها البلاء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، رحماك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمتك وعفوك ولطفك على إخواننا المستضعفين في سوريا وفي تركيا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم. اللهم أنزل عليهم برد العافية. اللهم أنزل عليهم سكينتك. اللهم تولهم برحمتك. اللهم تولهم برحمتك. اللهم تولهم برحمتك. اللهم ارحم منهم الأنين. اللهم ارحم أوجاعهم. اللهم ارحم أوجاعهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ضمد جراحهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم رد فقيدهم. اللهم اكلأهم بعنايتك. اللهم احرسهم بعافيتك. اللهم ابن عليهم سورا من حمايتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم نتوجه إليك، ولا أرحم بالعباد منك، ولا أولى بالعباد منك، ولا أرأف بالعباد منك. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. برحمتك التي وسعت كل شيء سبقت غضبك وغلبت غضبك، يا من كتب الرحمة على نفسه فلا أبر في الوجود منه ولا أرحم منه ولا أرأف منه. يا ذا الجلال والإكرام، أنزل رأفتك وحنانك بالمسلمين المستضعفين في سوريا الشام وفي تركيا يا رب العالمين. اللهم من كان منهم تحت الأنقاض فعجل خروجه. اللهم من كان منهم حيا تحت الأنقاض فعجل خروجه يا رب العالمين، وأدم عليه سلامته وعافيته. اللهم أمنهم من الخوف والروع والفزع. اللهم أمنهم من الخوف والروع والفزع. اللهم أدفئ أجواءهم. اللهم احم مهجتهم. اللهم أنزل عليهم سكينتك. اللهم حطهم بعنايتك. اللهم ارأف بهم يا أرحم الراحمين. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي توجه إليك به أيوب فشفيته، باسمك الأعظم الذي لجأ إليك به يونس فنجيته، باسمك الأعظم الذي تضرع إليك به محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته. اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، يا رب كن لهم ولا تكن عليهم. يا رب كن لهم ولا تكن عليهم. يا رب كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أنزل عليهم من رأفتك وحنانك ما يغنيهم عن رأفة كل رائف وعن رحمة كل راحم. اللهم أغنهم بك عمن سواك. اللهم أغنهم بك عمن سواك. اللهم أغنهم بك عمن سواك. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في المصائب واخلف لنا خيرا منها. اللهم ارحم الموتى
اللهم ارحم الموتى وارأف بالجرحى واشف المرضى. اللهم كن للمسلمين، اللهم كن للمسلمين، اللهم كن للمسلمين، اللهم ارأف بحالهم يا رب العالمين. اللهم انظر إليهم بعين رحمتك، اللهم اجعلهم في عين عنايتك، اللهم عجل بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج. اللهم اخلف للمنفقين، اللهم اخلف للمنفقين، اللهم اجزهم الجزاء الأوفى واجزهم الجزاء الأكمل. اللهم من تصدق من المسلمين على إخوانه اللهم فاخلف عليهم النفقة وضاعف لهم في الأرزاق وبارك لهم في الأهل والأموال والأولاد. اللهم واجزهم عن المسلمين خير الجزاء، اللهم اجزهم عن المسلمين خير الجزاء، اللهم اجزهم عن المسلمين خير الجزاء. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تدفع عنا أسباب سخطك ومقتك وغضبك. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك إنك كنت غفارا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. صل يا ربي وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى الآل والصحب والتابعين، والحمد لله رب العالمين.